محدش هيقولك على سر الفول النهارده غير زوزتك حبيبتك. يلا بقى كده حطي لي اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، ويلا نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. ده كده معايا نص كيلو من الفول. انا جايبه فول بلدي. هعرف ازاي ان الفول بلدي؟ بتلاقوا كده الحبايه لونها فاتح وحجمها له كبير وله صغير. ببدأ كده أنقي الفول بتاعي. يعني إيه أنقيه؟ يعني بشيل منه أي حباية مش كويسة. بعد ما نقيت الفول غسلته، وبعد ما غسلته جبت المية وهنقع الفول بتاعي. أنا كده بالليل، وإن شاء الله هعمل الفول بكرة الصبح. طب الناس اللي بتقولك أنا ممكن ما نقعش الفول، عادي ما تنقعيهوش. هتحطي عليه مية مغلية، وأقل حاجة هتسيبيه ساعتين أو 3. بس طبعا يفضل إن الفول يتنقع، لأن الفول بكليات من الحاجات اللي بتعمل انتفاخ في البطن. فكل ما تسيبيها كده فترة طويلة في النقع، المواد دي بتنزل في المية. علشان كده كمان واحنا نقعينه ما بين كده كل فترة والتانية بنغير المية بتاعته. ده كده بقى شكل الفول بتاعي تاني يوم. الحجم بتاعه اتضاعف، والحباية كده بقت تكون طرية من غير بقى كده دماسة ولا أي حاجة. يفضل الحلة اللي هتسلقي فيها الفول تكون حلة ألومنيوم. على قد قبضة إيدك كده حطيت شوية فول مدشوش، طبعا ولا عدس ولا رز ولا جزر. المطاعم ما بتعملش كده أصلا، لكن هي بتحط شوية كده من الفول المدشوش. نزلت بقى كده على الفول بتاعي بمية مغلية. لازم المية تكون مغلية علشان الفول بتاعي ما يجلدش. حطيت بقى كده الفول على البوتاجاز، واول كده ما حطيت الفول انا عليت عليه النار. سبته كده اول ربع ساعة كده نار عالية، وبعد كده هديت عليه النار. وما بين كده كل فترة والتانية بشوف كده الريم اللي بيكون على الوش، وببدأ كده اشيل الريم كده زي ما انتوا شايفين. اول كده غلوتين 3 نزلت كده بليمونة، وكمان حطيت القشر بتاعها علشان الفول بتاعي ما يسودش. يبقى انا كده حطيت ليمونة بس على الفول. شلت كده الريم زي ما انتوا شايفين، وما بين كده كل فترة والتانية بكشف الغطا واشيل الريم. وبسيب بقى كده الفول بتاعي على نار هادية خالص خالص لمدة بقى كده ساعة ساعتين. شوفوا بقى كده مدة التسوية على حسب نوع الحباية اللي انتوا شاريينها. خلاص كده الفول بتاعي دخل في التسوية، انا مهدية عليه النار. يلا بينا بقى كده نجيب الطبق ونحط فيه 3 معالق كبار من النشا، ونص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكركم. ودي كده بقى المواد اللي انا هحطها على الفول بتاعي. انا مش بحط اي حاجة تانية غير النشا والكركم ونص معلقة البابريكا. ببدأ كده ادوبهم مع النشا على البارد واقلبهم كويس. طيب بقى كده المطاعم بيحطوا ايه على الفول؟ بيبقى فيه حاجة كده في المحل بتاع العطار اسمها غروب الشمس. ده كده بيبقى لون اسمه غروب الشمس بيحطوه على الفول، او لون الفول. انا بقى كده بحط مواد طبيعية خالص، النشا علشان يربط المية بتاعت الفول. الناس بقى كده اللي ما بتحبش المية كتير للفول بتزود النشا. يعني انا زودت نشا علشان انا مش بحب الفول يكون فيه مية كتير. لو انت عايزة الفول يبقى فيه مية، قللي النشا بتاعك. ادي بقى كده النشا والكركم والبابريكا. شوفوا بقى كده خلوا اللون بتاع الفول عامل ازاي. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. اللون والله يا جماعة كمان يمكن التصوير ظلمه. تبقى كده بولة زي ما انتوا شايفين، وبدأت كده انزل بالفول بتاعي. بصوا شايفين اللون يا جماعة، والحباية دايبة دوب. يعني عايزة نقول لكم ده مش فول، ده زبدة. والله العظيم اجمل وانضف واحسن كتير كتير من اللي بنشتريه من بره. طيب هنيجي بقى دلوقتي علشان نكيس الفول بتاعنا. انا سبت الفول بتاعي برد تماما. يعني انا سبته لحد كده ما الفول يعني ما بقاش، يعني السخونية اللي فيه دي راحت تماما وبرد. وزي ما انتوا شايفين كده جبت الاكياس وبدأت اكيس الفول بتاعي. زي ما انتوا شايفين انا ما بحبش مية كتير في الفول. زي ما قلت لك لو انت حابة الفول يكون فيه مية، ما يعني قللي النشا. يعني حاولي تقللي النشا، لان النشا بيربط المية بتاعت الفول. طبعا احنا بنشتري الفول من المطاعم بتلاقوا كده يعني حط لكم ميه اكتر من الفول. طبعا حاجه البيت يا جماعه انضف واحسن كتير كتير من حاجه البره. وحاجه كده انت عاملاها بايديكي، وحاجه مضمونه. وبتعملي بقى كده الحاجه يعني بمزاجك. يعني عايزه ميه كتير مش عايزه ميه كتير، انت بقى بتعملي كده الحاجه اللي تعجبك.
وعايزة نقول لِك الكيس اللي أنا حاطاه ده يعني بتشتريه مش أقل من 10 جنيه برّه في المطعم. بُصّوا شايفين ما شاء الله يعني كمية حلوة أوي من نُص كيلو فول، عمل معايا كام كيس، والكيس كمان مليان وكمان ما فيهوش مَيّة، يعني غير اللي إحنا بنشتريه من برّه خالص، خالص والله يا جماعة. جرّبوا بقى كده بس الطريقة ديّة، ويالّا بينا كمان بقى كده نعمل طبق فول كده من اللي إحنا عملناه كده نجرّبه، ودي بقى كده الطريقة الأحَبّ لقلبي. طبعًا أنا باعمله طبعًا بالزيتحار وبالطحينة وفي كذا طريقة للفول، لكن أنا قُلت بقى كده إيه، أعمل لكم الطريقة اللي أنا باحبها. جِبت الطاسة، حطيت فيها شوية زيت والزيت سِخِن، نزلت كده ببصلاية متقطّعة وفصّين كده من التوم المهروس، ومش عايزة نقول لكم بقى كده الميكس ما بين التوم والبصل والريحة حاجة كده ما شاء الله تحفة. ونزلت كده كمان بالفلفل الأخضر، وكمان الطماطماية كده مقطعاها قطع برضه صغيرة، وعملت كده ميكس كمان يعني طماطمتين كده بشرتهم كده بيور، ونزلت كده بكله كده وسبتهم كده ياخدوا غلوتين كده 3. عايزة نقول لكم بقى الريحة كمان بتاعة التوم يا جماعة في منتهى الجمال وقلبة الدنيا. يلا بينا بقى كده نجيب شوية فول كده من اللي احنا عاملينهم، وننزل بقى كده على الميكس ده، حاجة كده ما شاء الله يا جماعة أجمل طبق فول. يعني أنا الطبق الأحب لقلبي هو طبق الفول ده. وطبعا الفول ليه كذا طريقة، بس ده يعني أكتر حاجة أنا بحبها طبق الفول ده. بدأت كده أقلّب الفول، عايزة نقول لكم أنا باعمل كده بس باهرس بالمعلقة زبدة، يعني ما احتجتش شوكة ولا أي حاجة. هانزل بقى بشوية من الملح وشوية من الكمون، لو بتحبي الحاجة spicy حطي قرن شطة، حطي شوية شطة بودر حمرا، وكمان نزلت كده بعصرة من الليمونة، وقلِّب بقى قلِّب وهتدوقوا أجمل طبق فول ممكن تعملوه، وكمان بيتي وحاجة كده أنتِ كمان اللي عاملاها بإيدِك، وكمان حاجة البيت لمّا بتكوني كمان أنتِ عاملاها بإيدِك وبتطلع حلوة بتبقى يعني حاجة كده ليها طعم يعني غير كمان اللي إحنا بنجيبها من برّه. حطيت كمان كده على الوش كده شوية طحينة ليزوم بقى كده إيه دلع طبق الفول. إيه رأيكم بقى كده في طبق الفول بتاعي النهارده وطريقة الفول بتاعتي؟ يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو، وكمان الفيديو عجبكم، وكل سنة وأنتم طيبين. ويالّا بقى كده كمان قدّروا مجهودي وحطّوا لي اللايك، وكمان اشتركوا في القناة وفعّلوا الجرس علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزّله على قناتي. عايزة أقول لكم كمان كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، ويعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. يالّا بقى كده حطّوا لي اللايك وما تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.